السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا بينا نشوف حلقة الكنز النهاردة، خزين السنة. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. بس قبل كل حاجة متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة، يا أغلى اخوات وأحلى عيلة. ده فول بلدي مخزنينه من السنة اللي فاتت في الجركن ده، لا سوس ولا فيها موش ولا أي حاجة، وما شاء الله زي الورد. هنعمل منه شوية فول مدمس وشوية نابت. لا إله إلا الله. هناخدهم حنبلهم في مية يباتوا يوم، أو هتعمليه من بالليل وتصبحي طيبين. لا إله إلا الله. زي ما انتوا شايفين يا حبيبي هنغسله حلو كده ننقعه. عندك بقى جيركن زي دي كده ممكن تخزني فيه جزازة كبيرة وحلقها واسع شوية وبرطمان، وتربطي على حلقها بكيس حلو مع الغطا، وتسيبيه من السنة للسنة، مش هيجراله أي حاجة عندك، ولا هتشتريه في الرخيص وهيتن عندك لغاية ما هيغلى يرخص، هيبقى عندك حاجتك في بيتك، تحطيه في أي مكان عندك في البيت. أهم حاجة ما تعرضوش للشمس. طبعا احنا سيبناه يتنقع في المية يا حبايبي يوم بحاله كده، او بالليل والصبح تعملي منه. نقينا منه كده شوية فول نابت، الحباية البيضة اللي هي مبلولة معانا حلو، وهنحط الفول بتاعنا. تكوني مجهزة حلة مية سخنة وهتعصري فيها ليمونة زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، المية سخنة وهنحط فيها ليمونة. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. تنسوش اللايك والاشتراك بالقناة. هنحط بصلتين وشوية توم، بس هنفتح البصلة نصين كده، بصل صغيرة، ممكن بصلتين كفاية، ويجي 5 فصوص توم مش اكتر. طماطمتين خالين القشر منهم والبذل بتاعهم ومقشرينهم حلو، مقطعينهم حتت، ومعلقة كركم او نص معلقة، وهتسيبيه على النار على نار هادية، مش هيغيب معاكي في الطياب. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده خد لون حلو ما شاء الله عليه وطايب ولافف في الحله. طبعا الفول النابت اللي احنا نجناه هنجيب قماشه حلوه كده وهنربطها حلو، نربطها عليه حلو ونعجتها حلو، وهنلفتها في بعض يوم والتاني بس على الرخام. هتعمليه على طول في المطبخ، حطيه في العلبه بس بتاعته تاني بالقماشه كده، تاكلي احلى فول نابت. طبعا الفول بتاعنا عملناه كده يا حبايبي، ممكن تضربيه بالهاند بلندر او الخلاط او الهراسه بتاع الفول اللي المتوفر عندك ممكن تعملي بيه. وهنخزنه في الاكياس كده اللي بناخد منه في التلاجة على قد استخدام يوم بيوم، على قد ما انت عايزه، ولا محلات ولا مطاعم. ممكن تعملي شويه الفول دول تفصصي منهم شويه تقشريهم وتعملي منهم شويه طعميه. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، تحط على طبق الفول زبدة زيت اللي انت عاوزاها، طحينة، انا حطيت كمون وشوية الزيت، تاكل احلى طبق فول بيتي. تنسيش حلاوته. تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو يا اغلى اخوات. هستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.